السلام عليكم. خناقة رامي صبري وويجز. رامي صبري يعني مغني محترم بصراحة، يعني كويس، في ناس كتير بتحبه. وويجز برضو يعني رابر كويس وفي ناس كتير بتحبه يعني. ماشي، بتخانقوا ليه بقى؟ نفهم. انت رقم واحد وهو رقم واحد، ولا انت رقم 19 وهو رقم 15؟ ايه الفكرة يعني؟ ايه الفرق؟ انت بتغني والناس بتسمعك مثلا في اوقات معينة، وانت برضو نفس الموضوع. مش كل الناس بتسمع ده ومش كل الناس بتسمع ده، وفي ناس كتير اصلا ما بتحبش الاتنين. عادي يعني، مش فارقة. في ناس كتير ما بتفهمش أغاني ويجز، يعني شوية كلمات منه متفهمهاش. وفي ناس كتير طريقة غنى رامي صبري أصلا ما بتعجبهاش. يعني عادي، مش تفرق يعني. إذا كنت أنت رقم واحد ولا هو رقم واحد، ولا كان بالنسبة لنا إحنا مفيش فرق يعني، عادي. يا جماعة، معظم الناس اللي بتسمع أصلا يعني انتوا بتسلوهم يعني، مش أكتر. واحد سأل العربية راح مشوار والكلام ده وبتاع، وعشان الطريق وكده فشغل كام أغنية كده. قاعد فاضي مثلا زهقان، واحد عايز يسمع أي حاجة تسليه فبيسمع. مفيش واحد مثلا يحط 50 أغنية رامي صبري ولا 50 أغنية ويجز. هيجيب من ده على ده وهو بيسمع كله خلاص، بيسأل وقته. وقت الجد لا هيسمعك ولا هيسمعه ولا هيشغل دماغه أصلا بيكم. فانتوا ايه النوش اللي انتوا عاملينه ده؟ وايه رقم واحد يعني؟ يا عم، رقم واحد عند مين أصلا؟ مفيش حد فينا أصلا فكر إن انت رقم واحد ولا هو رقم اتنين ولا الكلام الفاضي ده كله. هو انت بتغني وهو بيغني، ودوكوا بتغنوا وكلكوا بتغنوا على بعض عادي، وانت بتكسب وهو بيكسب، الدنيا جميلة. انت بقى اللي مضايقك اذا كان هو رقم واحد ولا انت رقم اتنين ايه الفكرة يعني؟ ايوه يعني، احنا استفدنا ايه من الوش ده كله؟ يا عم تغني وتسكت، وانت نفس النظام، غني واسكت وبس، ما تعملش نوش بقى. أنا مش فاهم برضه يعني ايه المشكلة يعني؟ واحد اتكلم كلمتين يا عم تنفض وتسكت يعني. لازم نفضل بقى نرد على بعض زي العيال الصغيرة وتصدعونا؟ وكل ما نفتح بقى اي حاجة وكم ده عمال يتكلم وده عمال يتكلم وده يرد وده يتخانق. يا جدعان اكبروا شوية بقى، ده شرف.